تعالوا نقضي يوم في اسكندريه. اول حاجه هنطلع على محطه رمسيس، وطبعا عشان احنا ناس همنا على بطننا فندور حاجه ناكلها. رحنا عربيتها وطبعا هم عاملين عروض تحسسك ان احنا في التسعينات. رحنا نشتري اكل. انا اصلا مطبقاها وهنعمل. وجه وقت الفرج، وقت استلام الاوردر، وكالعاده بضحك لما الاوردر يوصل. عمار يا مصر. دايما بندور على راحتنا، فاخترنا قطر التلجو. وصل في الميعاد بالظبط 8:30 بالدقيقة. والحلو في القطر ده ان انت بقى مش ماشي بتتمرجح زي باقي القطارات، لا انت كأنك ماشي في شارع مرصوف بالعربية، ومفيش بقى شرابات وطوق بتحدف عليك من كل ناحية. فعرفت اكل. وصلنا بعد 2.5 ساعة، وده احسن حاجة عشان نعرف نستمتع باليوم من اوله. وصلنا محطة سيتي جابر، مش عارفة بعمل ليه علامة النص يعني، يلا مش مهم كده وركز معايا في اللي جاي. دلوقتي احنا وصلنا الفندق. احنا في فندق بارادايس اللي هو في المعمورة. هوريكم بالظبط شكل الفندق لان هو تحفة قوي يا جماعة. ودي الأوضة من جوه يا جماعة. بصوا يا جماعة، دي أهم حاجة، الكوفي والكتل. وده التواليت. توثيقا لكوباية الشاي اللي معرفتش اعملها. لسه طالعة من البول حالا. بشرب درينك عشان المية كانت ساقعة، فبشرب حاجة كده تسخني، وبعدين اروح اتغدى. احنا قرية حسني في المنتزه، وطبعا اسكندرية يعني سمك. الاكل كان خطير يا جماعة. دلوقتي هنقعد على البحر شوية. حاجة ان هما كانوا عاملين موفي نايت، وكان فشار، وكان الجو تحفة. كل اللي فات ده حمادة، واللي جاي ده حمادة تاني خالص. رحنا الملاهي المعمورة 10 دقايق من الفندق. ايوه يا جماعة، انا بحب الملاهي وبحب الالعاب ومش بزهق منهم خالص. دلوقتي انا في الملاهي وراكبة العربية. انا في السواقة يعني ما عنديش يوم مرحمين. باين الحزن عليا عشان عملنا شيك اوت من الفندق، ورايحين دلوقتي جليم باي. المكان هناك وهم يا جماعة، لازم اكل في كل حتة، فطبعا طلبنا احلى مكرونة بشاميل من هناك. ولازم طبعا نبلع اللي احنا عاملينه ده بالايس كوفي، اي خلطة بيضة بالسلطة. حبينا نجرب التجربة كاملة، فروحها بنفس القطر بس درجة تانية. مستنين ايه يا جماعة؟ يلا حضروا الشنطة وسافروا. اشوفكم في فيديو جديد.